وأحدثت الكثير من الأضرار وضحايا التي فاقت التوقعات، وصلت إلى حوالي 10,000 قتيل هناك في اليابان. إذا دقيقة حداد هناك لليابانيين، ودقيقة حداد باسمنا جميعا أيضا نرفعها للزميل علي حسن الجابر. محاولة أنس مبارك بيحاول فيها، بيحاول لورنس أو أنس مبارك على طول بمر الكرة تحت يسار، هجمة الغرافة والمحاولة، ولكن في اللحظة الأخيرة إلى خارج منطقة المرمى في الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الرابع على التوالي. ركنية ملعوبة، كرة بتوصل، محاولة تسديد، الله، يونس محمود السفاح العراقي على طول كما يحلو للبعض أن يلقبه. شوف بيسدد كرة في مكان فاضي، لمها يعني حاجة في نفس يعقوب كما يقول المثل، ولكن رادوي لا يجيد إلا الحديث بالرومانية يا شباب. ولكن الهلال مني بخسارة أليمة غير متوقعة من سبهان أصفهان. كرة ملعوبة عرضية موجودة في منطقة الوسط، محاولة ودربكة، ولكن كرة بتخلص ومحاولة تسديد، اوفسايد 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 كانت على يونس محمود. هو من تابع اللقاء الأخير أيضا لجمع الهلال والنصر. محاولة ملعوبة على طول إلى الأمام، ولكن كرة سهلة قريبة بيد قاسم برهان. محاولة من ناحية اليمين، تمريرات في منطقة 18 في اللحظة الأخيرة. نامي بيشيل كرة توصل، خلصها أحمد علي، يلعبها إلى الأمام، الشلهوبي لأحمد علي في مكان خطر، تقدم بيحاول، والهامسون جول 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 جول. وللمرعب الغزال الشارد الذي أصبح لامعا وأصبح مشهورا مع هلال الوطن العربي، لعب في روما وفولهام، شارك في مونديال 2006 مع بلاده بإيجابية. الآن يسجل الهدف الأول في محاولة حلوة كانت من أحمد علي للشلهوب نغزها. أحمد علي لعبها بالوحدة ونص المصرية إلى ويلي هامسون على الطريقة السويدية، على طريقة الموج الأزرق، على طول بيحط الهدف الأول في المباراة في محاولة جميلة بكرة ثلاثية حقيقة ملعوبة. ينقل كرة إلى الناحية اليسرى، أحمد علي بيلم أحمد، بهي أحمد، شلهوب حاول يلعب كرة ساقطة، ولكن الحارس كان متأخر. شوف شلهوب حاول يلعب كرة، مواجهة لمصلحة الهلال 3-0، مواجهة لمصلحة الغرافة 4-2، منطقة 18، محاولة، الله حلوة 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 حلوة، اللعبة من لورنس، ولكن يلقب في قطر بأنس مبارك الفرنسي الذي يعشق الرحيل والانتقال. ويلي بيحاول فيها، ويلي وسط رقابة لصيقة وبيلعب كرة كانت سهلة على طول توصل إلى قاسم برهان حارس مرمى الغرافة القطري. ويلي هامسون على طول كرة ملعوبة طويلة، محاولة من ناحية اليمين، رادوي على طول بيلعب كرة إلى الأمام في مكان سليم، في مكان، لا مش معقولة يا أحمد يا علي. تلعب إلى أنس مبارك، لورنس بيحاول فيها وبيسدد، ولكن كرة عالية وطويلة بتعدي إلى خارج ملعب المباراة، ضربة مرمى لمصلحة الهلال. مشاهدينا الكرام كما ذكرت كرة ملعوبة والتسديدة، ولكن أيضا كانت سهلة وقريبة من أحمد علي، فلا يزال غير فعال في الناحية الهجومية. كرة بتلعب، محاولة رأسية، وكرة بتعدي بعيدة إلى خارج ملعب المباراة. ينقل اللعب إلى الناحية اليمنى باتجاه أحمد فارس. شوف الكرات العرضية، لكن فيها راية في الكرة الثانية،
الاولى شالها القائم الايمن، الثانية ديانيه كان في موقف تسلل واضح، لكن ماذا لو دخلت كرة القائم الايمن في اللحظة الاخيرة؟ تلعب الغرافة وبيطلق سيداتي اليسات سادتي حكم المباراة الدولي الكوري الجنوبي كيم دونغ جونغ كالديرون العودة بنتيجة إيجابية إلى الرياض. صفر حكم المباراة معلن بداية زمن الشوط الثاني من المباراة. للا شيء كرة جونينيو على طول بيحاول مر الكرة إلى ميرغن الزين، وفي اللحظة الأخيرة هوساوي بيبعد كرة توصل إلى أمارة ديانيه. تلعب هوساوي شايل لعب كبير وضغط وهجوم متواصل. 248 مباراة مع ليون الفرنسي، هو من يتصدى لهذه الكرة الثابتة على طول يلعبها، ولكن بشكل جميل حقيقة من حسن العتيبي حارس مرمى فريق الهلال. قدم لا تخطئ المرمى. جونينيو بيحط كرة ناحية اليمين، أحمد فارس يلعب كرة إلى الأمام. العتيبي تأخر، كان من المفروض أن يأخذ خطوة للأمام العتيبي قبل وصول كرة على السويدي والهامسون من ناحية اليمين ملعب المباراة. المتعهد الدائم البرازيلي جونينيو على طول بيلعبها باتجاه المرمى، في اللحظة الأخيرة بيشيلها العتيبي ويبعدها. تلعب وفي مكان، الله يا العتيبي، الله يا العتيبي، الله يا حسن يا عتيبي. كرة يونس محمود، الإعادة هذه الأولى اللي أبعدها، والثانية يا الثانية راح نشوفها. فاول ضربة حرة مباشرة، تلعب على طول، كرة بنشيلها. برهان إلى خارج ملعب المباراة، إنه أنطونيو أغوستو ريبيرو. جونينيو الذي يقود الغرافة في هذا اللقاء. يونس محمود يلعب البينية إلى ميرغن ليوسف، ومحاولة تسديد، ولكن كرة تصطد اللعب من جديد مرة أخرى، توصل على طول إلى الشلهوب، ملعوبة في مكان سليم، تقدم الهلال، محاولة وكرة عبد العزيز دوسري في اللحظة الأخيرة ينقض عليها قاسم برهان في محاولة رائعة. بعد ما حاول عبد العزيز دوسري لعب كرة في الزاوية البعيدة لمرمى الغراف القطري في وضع سليم. شوف المساحة الفاضية من الناحية اليمنى من ملعب المباراة، يعني لو ركز الهلال فقط في التحركات والهامسون أو عزيز دوسري من ناحية اليمين. تلعب محاولة رأسية، هاي على برود الكرة. القحطاني ولي هامسون من ناحية اليسار يقود كرة، تقدم يلعب العرضية، ولكن جونينيو بيحاول يلعب في مكان. الله يا العتيبي، حسن العتيبي رجل المباراة بلا منازع. يونس محمود للمرة الثانية، ضربة حرة غير مباشرة. جونينيو البرازيلي على التسديد، الله، ايضا كرة بتعدي جنب القائم الى خارج ملعب المباراة من مكان بعيد في مكان مركز. تلعب ديانيه، بيحاول ديانيه، ولكن المرشدي في اللحظة الأخيرة. الدوسري على طول في مكان، الله، عملها حلوة قوية على طول، ولكن يقظت قاسم برهان. أيضا كرة مقطوعة، الغرافة بدأ يكشف تسلل، يلعب بطريقة كشف تسلل. هنا محاولة موجودة أيضا، يونس محمود بيلم بيهيئ، والتسديد أيضا من البديل
فهيد الشمري كرة بتاعت العارضة بدل الضيع على ساعة حكم المباراة الكوري الجنوبي. الهلال يتقدم بهدف، الغراف لا شيء، المحاولة قد تكون هي الفرصة الأخيرة. الله يا ساتر يا ساتر، ومعها يطلق سيداتي أنسات سادتي حكم المباراة الكوري الجنوبي صافرة نهاية اللقاء.